ازيكم احلى اخوات في الدنيا. يومكم كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. جبت لكم النهاردة اسرار العيش الفلاحي الطري من اصل الصنعة، وكمان بطريقة احترافية جدا هتبقي ممتازة فيه. كمان هنتكلم عن اخطاء وكمان عيوب وميزات العيش دوت، وازاي نقدر ان احنا نتفادى اي مشكلة فيه. بصراحة العيش ده بيكون في منتهى الجمال، وكمان بنعمله في المناسبات وفي الأفراح. بإذن الله إن شاء الله تستفادوا من الفيديو. بشكر كل الناس اللي بتدخل عندي على القناة وبتعمل لي اشتراك وبتدعمني كمان باللايك، وكمان بتكتب لي كومنت حلو منهم يشجعوني فيه. طبعا بشكرهم جدا، الناس المحترمة اخواتي طبعا الغاليين. أول حاجة أبو أميرة جوزي، هو طبعا أساس الصنعة لأن هو دي شغلته في الأفران، بيخبز وكمان بيعجن وبيبدأ ينفذ كل المراحل بتاعة العيش. طبعا ومعاه أختي ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحة. هنعمل النهاردة كمية عيش ممتازة، هنعمل حوالي 22 كيلو. أول حاجة حطت المية، طبعا الجو دلوقتي بدأ يكون برد شوية، فحطينا مية فترة، يعني ولا المية تكون سخنة قوي ولا تكون ساقعة، علشان لو المية سخنة قوي هتخلي العجين يتفرتك معايا ويتقطع على المطرحة، لكن المية الساقعة مش هتقوم العجين ومش هتخلي الخميرة تتفاعل. حطينا المية وعليها شوية من الملح، وكمان حطينا الخميرة البيرة، دوبناها في المية بالملح، وبعد كده نزلوا بالدقيق زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا هي عجنت، بس طبعا مش هتعرف اللي هي تنعم عليه أوي، لان ما شاء الله الكمية كبيرة 22 كيلو. طبعا هنا ابو اميرة جوزي ربنا يديه الصحة اتدخل وعلى طول بدأ ان هو لف ايده في العجين كده، ما شاء الله نعم عليه. وهنا كان حضر النخالة اللي احنا هنبدأ نقطع عليها العيش او نقرص عليها العيش. طبعا اخواتي وحبايب قلبي واهلي الناس الفلاحين طبعا عارفين يعني ايه نقرص العيش، يعني بنقطعه. تمام. جهزوا الصاجات وحطينا النخالة. هنا اختي كانت بتنخل النخالة اللي هي الردة اللي بتطلع من الدقيق، علشان لو في نخالة خشنة تبدأ تشيلها او تستبعدها. وهنا طبعا بيبدأ يظبط الصاج، بيحط الردة في نص الصاج علشان يبدأ اللي هو يوزعها في الصاج كله، وكمان علشان لما يحط العيش على الصاج ما يكونش الصاج فيه مكان عالي ومكان واطي، ويبدأ الرغيف يبدأ ينزل من مكانه ويفرش. طبعا هو بيظبط الصاج بالردة زي ما انتم شايفين، اسمه بينسم الصاج بالردة. تمام. طبعا اخواته وحبايب قلبي الناس الفلاحين المحترمين عارفين انا بقول ايه. طبعا انت لو ست بيت وما عندكيش الصاجات دي وعايزه تعملي العيش بنفس الطريقه، تقدري تحطي الرده دي على صواني الاكل، بتكون برضو طريقتها بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده، وبتوزعيها بكل سهوله. ما شاء الله. طبعا لازم الرده تتنخل، هو طبعا بياخد من الرده الناعمه، لان الرده الخشنه او النخاله الخشنه دي بتبقى مش حلوه في الرغيف من ظهره. وهنا طبعا كانوا خلصهم العجين، وفي الوقت دوت سابوه لحد ما يبدأ في التخمير بتاعه. طبعا هيقعد في الوقت دوت حوالي ساعة وربع يتخمر. طبعا المكان مدفينه جدا وحاطين كمان عليه بطانية تقيلة. وفي الوقت ده كنا خلاص خلصوا كل الصاجات، لأن العجين دوت هيتقرص مرة واحدة كله، علشان طبعا يبدأ لسه هياخد تخمير تاني وهيرتاح تاني على الصاجات. ما شاء الله كل كمية السجات الكبيرة، ما شاء الله الكمية بتاعة العيش عملت لنا كمية ممتازة. وهنا طبعا بدأوا في التقريص. أبو أميرة ربنا يديله الصحة جوزي هو اللي يقرص، لأن طبعا زي ما قلت لكم ديت شغلته، وهو بيشتغل في الفرن. فطبعا هو قال لهم أنا اللي هقوم النهاردة بالمهمة ديت، لأن أختي عندها مناسبة. وطبعا رحنا ساعدناها وعملنا معاها شوية العيش دول. تمام. طبعا هو بيعرف هو بيقرص التقريصة الوزن بتاعها قد ايه. طبعا هو قالت له اعمل لي الوزن يكون مناسب، يعني ولا العيش يكون كبير ولا صغير، لان طبعا هي عندها مناسبة. تمام. فطبعا قرص لها الكمية كلها زي ما انتم حبايب قلبي شايفين كده. تسلم ايده يا رب. اكتبوا لي في التعليقات ربنا يديله الصحة ويخليه لينا.
وهنا هنخلّص كل كمية التقريص، وكانت فاضل شوية صغيّرين كده هيبدأ يقرّصهم على الألواح. طبعًا هو في الوقت دوّة هنا بيعفّر الصاجات دي بشوية دقيق كده، وبيبدأ يضغط على العيش، بيدوس دوسة خفيفة جدًا عليه. الحركة ديّة اسمها ترحيل، أو إن هو بيخدع العيش، علشان الدقيق الغلة دوّة في بعض الأوقات بيسيح وبيخلّي العيش يلضّم في بعضه. طبعًا الحركة دي بيخلّي العيش يبدأ يشرب، لو العيش فيه سوايل أو العيش كمان مفتوح، الردة بتبدأ الرغيف يسِف ردة، وفي الوقت دوّة عمر الرغيف ما يتحرّك من مكانه ولا يلضّم في الرغيف اللي بعده. بصراحة ما شاء الله عليه، تسلم إيديه يا رب. كانوا شوية عيش زي الفل، والحركة دي مهمة جدًا للناس اللي عندها الغلة بتسيح، وهُم بييجوا يعملوا عيش بيحاولوا من اللي هُم يخفّوا التقريصة، أو بيخفّوا من عدد العيش في الصاجات أو في الطوايل الخشب اللي هُم بيعملوها، اللي هي الألواح، علشان بيقولوا العيش بيلضّم. لأ، بعد ما تخلّصي تقريص ادّي له تعفيرة دقيق كده، وبعدين على طول تبدئي تخدعيه أو تدوسي عليه دوسة خفيفة خالص، علشان يسِف ردة وما يتحركش الرغيف من مكانه وما يلضّمش في الرغيف اللي بعده. بصراحة الحركة ديّة ممتازة جدًا، وبتخلّي العجين معاكِ لآخر رغيف ما بيلضّمش، مهما كان نوع الغلة بقى، أو مهما كان نوع الدقيق اللي أنتِ عاجنة بيه أو مستخدماه. طبعًا هي كانت مستخدمة دقيق استرالي على غلة، كان عندها غلة بس الغلة بتاعتها كانت بتحِل شوية، فهي زوّدت الاسترالي. بصراحة كان جميل جدًا. وهنا ولّعوا الفرن، لازم الفرن يكون سخن جدًا لإن العيش بيحتاج نار. بيبدأ هو يلقط لها من على الصاجات، وهي بتبدأ تنفّضه كده بالمطرحة، وهنا على طول هتبدأ ترمي في الفرن. بسم الله ما شاء الله، يا ربنا يدّيها يا رب الصحة ويخلّيهم لي. بصراحة بيكون عيش جميل جدًا، وبينفع جدًا لو عندنا مناسبة فرح أو عندنا أي مناسبة، وكمان موفّر أكيد طبعًا، لإن يعني ما شاء الله ال22 كيلو دول اتعملوا حوالي 230 رغيف. طبعًا الرغيف زي ما أنتم شايفين حجمه ما شاء الله كبير مش صغير، وكمان الرغيف محمّل وفيه لحم غير بتاع الفرن اللي إحنا بنشتريه من برّه. ما شاء الله ممتاز جدًا، جدًا. كمان أبو أميرة ممكن يرمي في الفرن دوّة من غير مطرحة، بيرمي كده بإيده على الفرن. لو أنتِ بقى عايزة تعمليه في البيت وكمان مش عارفة تمسكي المطرحة، بتجمدي العجين شوية، وبتبدئي تفرديه بالنشابة أو بالمردانة، وبتبدئي تشيليه بإيدِك وبتحطيه في الفرن كده بكل سهولة. بيكون ممتاز جدًا ما شاء الله. طبعًا تسلم إيديها يا رب، وربنا يا رب يخلّي أبو أميرة، وتسلم إيده طبعًا. ادّي العيش لخبازه ولو ياكل نُصّه. بصراحة كان طعمه ممتاز جدًا، وكمان ريحته كانت قالبة الشارع كلّه. طبعًا أكيد بقى حاجة يعني معمولة نضيفة، وكمان الدقيق منخول، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله الحاجة معمولة بنضافة وجودة عالية. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الفرن هنا دار أهوّة، والعيش بدأ يقِب معايا. بترمي في الفرن 4 ترمي في الفرن من 4 ل5 ترغفة، وبتبدأ كده بالعود تديّر العيش علشان يقِب من كل الاتجاهات. ما شاء الله عليها، تسلم إيديها يا رب. وهنا خلّصنا كل الكمية، ما شاء الله ما خدتش معانا وقت خالص. يعني بالضبط كده قعدنا حوالي ساعة ونُص أو ساعتين إلا ربع في الخبيز دوّة. ما شاء الله كانت الكمية ممتازة، والصاجات ما شاء الله كانت مليانة. يعني الصاج كان فيه 7 ترغفة أو 8 ترغفة كمان ما شاء الله. طبعًا وهي بالوقت اللي التاني بتكنس الفرن بالمقشة، طبعًا ما بتكنسوش بالحتة علشان المَيّة ما تبردش الصاجة. ما شاء الله عليها، العيش جميل جدًا وممتاز، ريحة وطعم ونضافة زي ما قُلت لكم. وكمان اتكلمنا عن كل حاجة، عن الغلة اللي بتسيح إزاي نعالجها، وعن كمان إزاي نعجن العيش في اليومين دول. الجو اليومين دول بقى ساقعة، ما ينفعش إن إحنا نعجن بمَيّة سخنة أوي تفرتك العجين، أو بمَيّة باردة مش هتخلّي الخميرة تشتغل خالص. وهنا ما شاء الله كانت فرشة الحصيرة وعليها دفاية
علشان أي عيش يطلع من الفرن ترميه على الدفاية دي. الدفاية دي نضيفة والحصيرة طبعًا نضيفة، ما ينفعش اللي هي ترمي مباشر على الحصيرة علشان بتعرق، الرغيف بيعرق مكانه، وكمان بيبقى فيه مَيّة كده زي عجين من تحت. طبعًا ما شاء الله زي ما أنتم شايفين والله الكاميرا ظالمة لون العيش الجميل التحفة، يعني ما شاء الله ممتاز جدًا، ريحة وطعم ونضافة زي ما قُلت لكم. طبعًا بألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. الكمية دي ممتازة جدًا. طبعًا أبو أميرة كان بيلقط لها من على الصاج وهي بيرمي لها على المطرحة، كانت بس بتنفّض الرغيف من الردة. زي ما قُلت لكم طريقته سهلة وبسيطة وجميلة جدًا وكمان موفّرة للناس اللي بتشتري عيش من برّه. العيش طبعًا السياحي بيبقى غالي دلوقتي، الرغيف ب2 جنيه ونُص وصغير جدًا، لكن العيش ده موفّر جدًا. أستودعكم الله.